اشرس 5 طيور على وجه الارض، والاخير كسر كل قواعد اللعبه لانه جزار حرفيا. رقم 5 طائر السكرتير، ده المتخصص في قتل الافاعي والكبرى. بضربه رجل واحده قوتها بتعادل 5 اضعاف وزنه. ضربه رجله سريعه جدا لدرجه انها بتحصل في اجزاء من الثانيه، يعني اسرع من رمشه عينك بكتير. التعبان ما بيلحقش حتى يفكر يلدغه لان الدماغ بتنفجر قبل ما ياخد وضع الهجوم. والاغرب من كده ان الطائر ده مش بس بيضرب التعبان، ده بيعمل عمليه مكره جدا. بيفتح ريش جناحاته قدام التعبان علشان يخليه يلدغ الريش اللي ملوش اعصاب ولا دم، علشان التعبان يخلص سمه فيه وبعدين ينزل عليه بالضربه القاضيه. سبحان الله. رقم 4 الكركر الكبير، طائر بحري مش ضخم قوي بس ده حرفيا فاندام الطيور، وده لان الطائر ده مش بيصطاد اكله، ده بيثبت الطيور التانية في الجو ويفضل يضرب فيهم بمنقاره لحد ما يخليهم يرجعوا الاكل اللي في بطنهم من الخوف والتعب، فيقوم هو واكله وهو طاير في الهواء. ده كمان بيستنى الطائر وهو طالع من الغطسه، يروح واقف فوقيه وكاتم نفسه تحت الميه لحد ما يغرقه ويصفيه بدم بارد. ده ايه الجبروت ده يا اخي؟ رقم 3 شكلها ابيض وكيوت جدا بس الحقيقه هي سفاحه محترفه. في وقت الدفاع عن عشها بتتحول لوحش وممكن تهاجم ذئاب او تعالب القطب الشمالي بكل غل، وبتضرب بمخالبها في العين مباشره علشان تعمي عدوها. والغريب انها عكس معظم البوم اللي بينشط بالليل. البومه دي نهاريه بامتياز، يعني بتقدر تصطاد في عز الشمس. والاغرب بقى ان البومه دي هي ثلاجه القطب الشمالي. في المواسم اللي فيها اكل كتير بتصطاد كميات ضخمه وتخزنها تحت التلج، يعني ممكن تلاقي في عشها اكتر من 70 فار مرصوصين جنب بعض للطوارئ. سبحان الله. رقم 2 عقاب هاربي، ده اضخم واقوى عقاب في العالم. مخالبه في حجم مخالب الدب الرماد، وده اللي بيخطف القرود والكسلان من فوق الشجر. بضغطه واحده من مخالبه بيفرتك الجمجمه. شكله لوحده كفيل يخليك تجري من قدامه لانه شبه الكائنات الاسطوريه. حجم كف رجله اكبر من ايد الراجل البالغ، ومخالبه طولها بيوصل ل 13 سم، يعني اطول من انياب الدب الرمادي. لما بيقفل قبضته على جمجمه قرد الضغط بيوصل ل 500 رطل، وريشه اللي حوالين وشه ده بيشتغل زي طبق الدش، بيجمع اصغر ذبذبات صوت ويوجهها لودانه علشان يقدر يحدد مكان الكسلان او القرد وسط ورق الشجر الكثيف من غير ما يشوفه. واخيرا رقم 1 طائر السرد او الجزار، عصفور صغير شكله بريء جدا بس ده سفاح حرفيا. سموه الجزار لانه ما عندوش مخالب قويه زي النسور. فبيعمل ايه؟ بيمسك الفريسه اللي هي سحليه او فار او عصفور تاني ويروح خازقها على شوك شجر او سلك شائك وهي صاحيه، ويسيبها متعلقه لحد ما تموت ويبدا يقطعها وياكلها. يعني اجرام ملوش حدود. والخزوقه مش بس للاكل، ده اعلان جواز. الذكر الشاطر هو اللي بيعمل معرض مليان فراشات وفران وسحالي مخزوقه على السلك، وكل ما كان المعرض بتاعه فيه جثث اكتر وشكلها يخوف اكتر كل ما الاناث تقتنع بيه انه عريس لقطه وقوي. ده ايه يا عم ده؟ وبيعيش من 7 ل 10 سنين. قول لي بقى مين اكتر طائر صدمك النهارده بجبروته؟ وفي النهايه صلى على الحبيب.